السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله روتين جديد وفيديو جديد الفيديو النهارده مش هيبقى كله في البيت، ان شاء الله هنفطر بس مع بعض وبعدين هننزل. هنا كنا بنعمل الفطار. نقول كده بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ونبتدي. نشوف هنعمل ايه. طبعا جبنا الفطار النهارده ده يوم الجمعة، فجبنا فول وطعمية وطلعنا جبنة. حطينا عليها كده شوية من الزيت وبس، وحطينا عليها توابل. وطبعا عملنا الفول، حطيت عليه معلقة سمنة، وعندي الطعمية، وكان عندنا شيبس فمرضتش اعمل البطاطس. وجبنا كده جرجير وكده بس فطارنا بسيط اهو. وهنفطر بقى وبعدين هنمشي، هروح عند بيت بابا، فقلت كده الاول هعمل معاكم الفطار وبعدين هننزل وهوريكم ان شاء الله بقية الفيديو. بس ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو مش مشتركة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله. واكتبوا لي بقى كده تعليق حلو وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتنا. هنا اهو بقى كنا جايبين الشيبسي وعملنا هنا الفول وكده، ده الفطار بتاعنا اهو. هنا بقى كنت خلاص فطرنا ولبست ونزلت علشان نروح بقى ايه. هنركب، انا بركب مواصلة تقريبا ممكن اخد فيها مثلا 10 دقايق او ربع ساعة، وبعدين بوصل يعني. تمام، ركبنا هنا بقى الميكروباص، وكنت بوريكم كده الطريق واحنا ماشيين. تمام كده اهو. نزلنا بقى رحنا طبعا كان يوم الجمعة والأجازة وكده، فقلنا نروح نقضي يوم ونرجع على طول تاني يوم، عشان طبعا انتوا عارفين بقى المدارس هتبتدي، الامتحانات قصدي هتبتدي من يوم الأحد ان شاء الله. فقلنا نقضي يوم الجمعة هناك ونرجع السبت. وايه جيت بقى كده لقيتهم كان خلاص، الكلام ده كان بعد صلاة الجمعة. فجيت بقى هنا عند أختي. عملت لنا بقى كده ايه. هنطبخ مع بعض النهاردة. عملت لنا كده لحمة. طبعا حطينا الحلة بتاعتنا، حطينا الطماطم والبصل وحطينا ورق لورا وحبهان، ونزلنا طبعا باللحمة بتاعتنا بعد ما المية غليت. وهنا بقى كانت بتعمل تسبيكة الطماطم علشان هتعمل بسلة بالجزر. وحطينا كده شوحت البصلة ونزلت بالطماطم، وبعدين حطت الملح والتوابل، دي توابل 7 بهارات. وهتسيبها بقى تتسبك براحتها، وبعدين ننزل بالبسلة. هي دي كانت البسلة مفرزاها، فكانت قليلة شوية، فهي عملت معاها ايه بطاطسية كده صغيرة. كانت حلوة جدا وطعمها حلو قوي. طبعا انتوا عارفين الاكل في اللمة بيبقى حاجة تانية وبيبقى ليه طعم تاني. هنا بقى بعد ما حطت البسلة بتاعتنا، فراحت حطت بقى فيها اللحمة عشان كله كده ايه يتسبك مع بعضه، ويديني اللحمة كده تاخد من طعم ايه الطبيخ بتاعنا. هنا كان خلاص بقى استوت خالص وكانت كويسة وحلوة. هنطفي بقى عليها ونعمل الرز مع بعض. هي زودت بس كده شوية من الشوربة تغلي، وبعدين هتطفي عليها. هي كده كانت استوت وتمام. تمام كده. هنعمل بقى الرز. حطينا بقى السمنة بتاعتنا وهنعمل رز حبة وحبة. طبعا عملناه مع بعض كتير، فانا بجيب لكم كده ايه مقتطفات، حاجات بسيطة من يومنا يعني واللي احنا عملناه. نزلت هنا بقى هي هنا بالرز. هتحط كده الحبة الاولانيين دول، وبعدين هتشوحهم كويس، وبعدين ننزل بقى بالباقي نشوحه برضو مع بعد ما دي تتحمر شوية. تمام كده. هنا بقى كان الرز معايا خد لون اهو، اللون اللي هو الذهبي ده. وهننزل بقى بقية كمية الرز اللي احنا هنعملها التانية. بيبقى حبة وحبة كده، بيبقى طعمه حلو جدا وبيبقى شكله حلو قوي. اهم حاجة بس في الوقت ده حطي الرز بتاعك وقلبي علشان ما يتحرقش كده من تحت. بس كده عملنا بقى الرز بتاعنا اهو. هنقلب فيه شوية لحد ما يبتدي ان هو يبقى مقرمش كده وبيتحق ومبقاش لسه يعني ايه ابيض اهو. طبعا هي بقى اللي بتعمل الاكل، ربنا يبارك فيها يا رب.
هي اللي بتعمل الأكل وأنا باصوّر عشان مش هيعرفوا يصوّروا، لإن الحامل مش معايا وكده. نزلنا بقى بالشوربة بتاعتنا هتحطي طبعًا الشوربة على قد كمية الرز، وتخلّي بالِك أول ما بيغلي معانا بنهدّي النار عليه وبنسيبه بقى يستوي براحته. بس كده عملنا بقى أهو الرز والبسلة طبعًا طفينا عليها، هنعمل بقى شوية ملوخية كده حلوين، ملوخية ناشفة زي ما قُلت لكم الملوخية الناشفة دي اللي أنا باعملها برضه عندي في البيت. دي ماما اللي عاملاها لنا يعني كلنا، فهي بتعملها كده كل موسم، وبتدينا بقى منها كل واحدة تاخد لها كده كيس فيه شوية حلوين بيقضوا معانا بقى. عملنا هنا بقى الملوخية اهي، حطينا الشوربة ونزلنا بقى بالملوخية بتاعتنا، وبعدين هنعمل التومة بتاعتها. تمام كده الملوخية جاهزة اهي، هنعمل بقى التومة بتاعتنا. وهنا كنت بوريكم الرز خلاص استوى معايا وطعمه وشكله مفلفل وجميل اهو، حبة وحبة شكله حلو قوي ومفلفل ما شاء الله عليه. هنعمل بقى التومة كده للملوخية بتاعتنا. حطينا طبعا السمنة، وهننزل بقى بالتومة بتاعتنا وبعدين تتشوح. انزل بشوية من الكزبرة، وبعدين بقى نطشها على طول على الملوخية. هنا بقى اهو بحط عندي معلقة كده من الكزبرة، وبعدين خلاص خدت اللون معايا اهي، هحطها بقى على طول على الملوخية. عايزة اقول لكم بقى في الوقت ده ريحة الكزبرة مع الثوم بتبقى ريحتها حلوة جدا، والطشة بقى بتبقى قلبة كده البيت، وبتبقى ريحتها حلوة جدا وجميلة. هنا بقى بوريكم الملوخية اهي، هننزل بقى على طول بالتومة بتاعتنا اهو. وبس كده كان الغدا بقى بتاعنا جاهز. هنغرف بقى واوريكم واحنا حاطين الغدا على الترابيزة بره اهو. هنا بقى كنت بوريكم الملوخية، شايفين كأنها خضرة بالظبط وجميلة، والبسلة بتاعتنا كمان متسبكة ولونها حلو قوي، ومع اننا ما حطيناش ولا بابريكا ولا اي حاجة. وهنا كان الرز بتاعنا بقى كل حاجة كانت لسه سخنة كده، وحطينا بقى كده كل واحد الاكل مع بعضه اهو. هنا بقى كان ده شكل الاكل بتاعنا النهارده. ربنا يبارك في كل اهلنا يا رب، ويبارك لنا في اخواتنا واهالينا، ويخلينا دايما لبعض. طبعا بقى بعد الغدا عملنا بقى كوبايتين شاي. عايزه اقول لكم ان اليوم اللي باجي فيه هنا بيفرق معايا جدا. هنا بقى كنت عايزاكم تدعوا لجوز اختي. انا كنت جايه عشان ازوره، هو عامل عمليه. عايزاكم تدعوا له كلكم ان ربنا يقومه بالسلامه ويشفيه ويخليه طبعا لاولاده ويبارك فيه يا رب، اللهم امين. وبيقول لكم بقى حطوا لي لايك اسمعوا بقى كلامه. وهنا بقى كنا بنسقي الزرع، طلعت بقى بنسقي الزرع بتاع اختي كده، فقلت اصوره معاكم. هي عندها الزرعات دي اللي هي صبار بس حلوة جدا، وكل ما واحدة بتبقى بتكبر يعني معاها بتاخد منها الجدر وبتعمل واحدة تانية. فما شاء الله شكلهم حلو، وانا كنت بسقيهم كده. وجينا بقى اخر اليوم بتاعنا وقلنا بقى كده نعمل نجيب شوية تسالي ونتسلى. حطينا بقى فول ولب وشوية حلويات كده. عايزة اقول لكم ان اليوم في بيت اهلك بيبقى يوم ما شاء الله حلو جدا، وبيفرق معانا جدا. يلا بقى حطوا لايك للفيديو بتاعنا، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.